يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كان بخير وبصحة وسلامة. كما جرت العادة حبيباتي، حبيت نشارك معاكم وصفة خفيفة بنينة اون بليس دي سا معاه واحد السر اللي يخلي الكباب تاعكم يجيكم طري. لكن قبل هذا حبيت نسقسيكم كيفاش علاقتكم مع الله عز وجل، كيفاش كما نقولوا تحضيراتكم، اسكو ختمتوا ولا ما ختمتوش، كاش توحيد كاش استغفار. يا اختي هذاك ما راح ينفعنا. فوالا البنات، هنايا نبداو في الوصفه نتاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا عندي حبيبه تاع بصل، عندي حبيبه تاع حار، وعندي حبيبه تاع طرشي. البنات الطرشي من الافضل الا كان عندكم حبه طرشي تاع يكون حمر، كما نقولوا خير من الخضر. فوالا شوفوا لي هنايا البنات، وعندي كميه تاع لافيونداشي تاع الدجاج. هنايا بالنسبه للخضره البنات هادوك انا كنت غسلتهم ورحيتهم مليح في الروبو، وجيت هنايا البنات عندي هذه الصفايه نصفيها كامل من هذيك الماء اللي في هذيك الخضره. كما نعرفوا باللي البصل فيه كميه كبيره تاع الماء، يعني نحاول كيفاش نعصر هذيك الخضره نعصرها مليح مليح. انا ما وريت لكمش كيفاش رحيتهم باش هكايا الفيديو ما يجيكمش طويل. فوالا هنايا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما هذيك الخضره عصرتها مليح مليح، وهذاك الماء البنات ما ترموهلاش، خليوه لي ومن بعد تيك نقول لكم واش نديروا به. هنايا بالنسبه للتوابل البنات عندي شويه تاع ثوم، وعندي شويه فلفل الكحل، وشويه كمون، وشويه تاع كزبر، وشويه نتاع العكري. هادو هما التوابل البنات اللي نسحقوهم في هاد الكباب. البنات هذا هو الماء اللي نحيناه من هذاك ولا اللي عصرناه من هذيك الخضره، ما نشرح نرميه، من بعد تيك نوريلكم واش حندير فيه. البنات هذاك نص الكميه نتاع الخضره اللي عصرتها نديرها مع هذاك الدجاج ومع هذيك التوابل اللي ذكرناهم مع بعض وشويه تاع الملح، ونجي نعجنهم مليح مليح كما راكم تشوفوا. ومن بعد تيك نخليهم في الفريجيدار حتى كما نقولوا يتشربوا هذوك المكونات مع بعضهم. هنايا البنات هذاك الماء اللي كنا عصرناه من هذيك الخضره هو السر نتاع الوصفه ديالنا. هنايا البنات درت شويه فلفل الكحل وشويه تاع الملح، ولا شويه تاع الثوم وشويه تاع طماطيش مصبره، وهنايا درت كميه لبس بها نتاع الزيت. وهنايا البنات عصرت نص حبه تاع قارص، خلطتهم كامل مع بعضهم وجيت طيبتهم شويه حتى يعني لاصوص هذيك تختار لي وتولي لي عاقده. يعني الكميه تاع الزيت قلت لكم البنات لازم تكون شويه، يعني كميه معتبره راكو تعرفوا. فوالا شوفوا لي هنايا البنات بعد ما هذيك المكونات تشربوا وارتاحت هذيك لافيونداشي، جيت درت معاها شويه نتاع الحشيشه. هنايا البنات اختياري، اللي حبت تدير واللي ما حبتش ما ديرش. مي انايا نحب الحشيشه، يعني كي تكون في لافيونداشي يعني تعطيني واحد الريحه بزاف شابه. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا عجنتهم مليح مليح ودخلت هذيك الحشيشه مع بعضها. فوالا بهذه الطريقه لكم تشوفوا فيها. فوالا شوفوا لي البنات، يعني لافيونداشي كيفاش جات حميمره وجات يعني اللون تاعها بزاف يشهي، يعني مازال ما طيبناهاش وهكايا راهو بزاف شباب. فوالا هنايا البنات انايا كيما نقولوا درت شويه تاع الماء نغمس يدي، ومن بعد تيك ندي هذاك المطارق تاع الشوا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد تيك نبدا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نبدا نحبس فيهم باش نتحصلوا على شكل الكعبه. فوالا شوفوا كيفاش البنات انا نضغط يعني بزوج صباعتين باش يتحصل على هذا الشكل اللي راكم تشوفوه فيه، يعني كيما تاع الكباب تاع برا.
وفوالا. هنا يا البنات نكمل الكميه تاعي كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه. نغمس يدي ومن بعد تيك ندي شويه تاع لا فيوند هاشي ومن بعد تيك نلصقهم في هذاك المطارق اللي راكم تشوفوا فيهم. هذه هي يعني البنات الطريقه بزاف سهله، مي صدقوني البنه ديما حاضره بزاف بنان ويجيكم طرايا البنات، يجيكم بزاف حشاش، ماشي هذاك الصدر اللي يجيكم زعما يجي ناشف وصعيب كما نقولوا الواحد ياكلو ويتاكل تعرفوا. مي الطريقه هذه اللي وريتها لكم اكيد راح تنال رضاكم وحتجي طريقه بزاف بنينه، والبنات اون بلوس سا شغل تجي طريه. فوالا فهمتوني، جربوها وتكتشفوا كما نقولوا راح نقول لكم. هنا يا البنات كما كملت كامل هذاك الكباب ديالي، درت في الطاجين تاعي اللي مرفي نطيبو فيه المسمان ويتو، درت فيه شويه تاع الزيت وحطيت لي بروشات تاعي كما راكم تشوفوا. فوالا صدقوني البنات هذه الطريقه اكيد راح تنال رضاكم بنا ولا اروع. هنا يا البنات غير شفتها دات يعني اللون ولا نشفت هذيك لافيونداشي من تحت، نقلبها على وجه الثاني. بعد ما نقلبها البنات شفتوا هذيك لاصوص اللي طيبناها مع بعض، بهذه هي البنات نبدا كما نقولوا ندهن في لي بروشات التوعي ولا الكباب، ندهن فيهم ونخليها كل ما تطيب من تحت نقلبها على وجه الثاني ونزيد ندهنها بهذيك الصوص اللي كنا خدمناهم مع بعض. يعني بهذه الطريقة البنات صدقوني راح تتحصلوا على لون وعلى طراوة والبنة ما نحكي لكمش. جربوها وحتكتشفوها نتوما كما نقولوا بانفسكم. فوالا البنات شوفوا يعني كما دوك تشوفوا يعني في لافان تاع الفيديو كيفاش تحصلوا على الكباب تاعكم يجيكم احمر ولا كولور تاعو بزاف تشهي. فوالا بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، شوفوا يعني بزاف سهلة وما تديش يعني منكم وقت طويل ولا. هذه هي. وحبيت البنات نذكركم كاش ما كما نقولوا كاش ما تذكير، كاش قراءة قرآن، كاش استغفار، كما نقولوا الى قويتوا العلاقة تاعكم بالله عز وجل. يا اختي هذا هو ما راح كما نقولوا راح نلقاو في قبرنا، هذا واش راح نلقاو في الاخره تاعنا. صدقوني ما هي لا ماكله ولا طابله ولا لبسات، كما نقولوا هذا كل حاجه امر تاع الدنيا، اما الحاجه اللي نلقاوها في الاخره تاعنا واللي راح تفيدنا تاع الصح هي انك كي تقوي العلاقه تاعك مع الله عز وجل. صدقوني راح كما نقولوا اللي تكون عندها تكون كئيبه وتكون زعفانة وتكون عندها حاجة خاصتها كما نقولوا في حياتها ماهيش متهنية ويتو، شوفوا في هذه الأيام اللي كما نقولوا العشر الأواخر تغتنمهم بالبزاف وتدعي وتقوي علاقتكم بالله عز وجل، وصدقوني حتلقاو نتيجة بزاف مرضية. البنات هنايا شوفوا لي بعد ما الكباب ديالي طابلي وشوفوا لي لاكولور اللي تحصلت عليها، حكمت هذاك الخبز تاع الزوري وضغطت عليها كيما راكم تشوفوا، ومن بعداتي حطيتهم في الطبسي وفرجتهم بحبيبات تاع حار كيما راكم تشوفوا. شوفوا لي الكباب تاعي كيفاش جاني شهي بزاف بنان، والبنات شوفوا لي كيفاش لاكولور تاعها حميمه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنال رضاكم، والطاوله تاعي راهي متواضعه. هذه هي ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم ونالت رضاكم. ما تنسونيش حبيباتي بالجيم وبالكومنتير شباب كيما نتوما باش هكايا القناه نتاعنا ترتفع. من قليلا نقول لكم صحه فطوركم والى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.